ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل اسرار وتكات الكشري بنفس وريحه المطاعم بالظبط، وطريقه تسويه الرز والصلصه والبصل المقرمش والدقه وكل حاجه بالظبط. تابعوا معايا الفيديو للاخر. انا اسمي احمد المرغني، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا نبدا بتفاصيله. وهبدا باول حاجه احضرها. معايا ربع كيلو من عدس بجبه، احط عليه ميه دافيه واسيبه على جنب كده عشان ما ياخدش سوا كتير. بعد كده هبدا بتقطيع البصل. هقطع كميه البصل اللي معايا كلها وابشرها عشان تبقى كلها نفس القطعيه عشان ما ياخدش سوا كتير. واحط عليه معلقه واحده من الدقيق ومعلقه واحده من النشا عشان يقرمش كده، وافضل اقلبه كده. اهم حاجه انشفه الاول قبل ما احط عليه النشا والدقيق. وبعد ما قلبته كده كويس ودخلت كل حاجه في بعضيها، هجيب طاسه سخنه فيها شويه زيت وانزل عليها بكميه البصل كلها واسيبه كده حوالي دقيقه على النار. وبعد كده ابدا اقلب فيه، وكل 30 ثانيه كده اقلبه لحد ما ياخد اللون كله يبقى نفس اللون. وبعد كده ارفعه من على النار. انا مش عايزه يبقى لونه غامق، وزي ما انتوا شايفين كده هو لونه مش غامق وفي نفس الوقت بيقرمش. مجرد ما بحط ايدي عليه بيتكسر، فهو كده مقرمش وزي الفل. وهبدأ بتاني خطوة، واجيب مية مغلية على النار وانزل عليها بربع كيلو من كل نوع مكرونة، واحط عليهم ربع كيلو من المكرونة الاسباجيتي انا مكسرها صغير، يعني طول الصبع مثلا. وافضل اقلب فيها كده كويس. وادي كده المكرونة معايا استوت. انا مش عايزها تبقى مستوية مهرية للاخر، انا عايزها فيها كده عضة بسيطة وزي ما انتوا شايفينها كده. بعد كده هبدأ بتالت خطوة. معايا ربع كيلو من المكرونة الشعرية، ومعايا حوالي كيلو الا ربع من الرز، وهنا معايا ربع كيلو العدس اللي انا كنت حاطط عليه المية الدافية. بص نفش ازاي، عشان كده مش هياخد سوا كتير، عشان لما احطه على الرز والشعرية يبقى كله نفس السوا مع بعض. هنزل بربع كيلو الشعرية الاول على النار وافضل اقلب فيها كده. المهم عايزة تبقى غامقة عن الرز بالشعرية اللي بعمله العادي. وبعد كده هنزل بكمية الرز اللي معايا واقلب كل دوت الشعرية والرز مع بعض حوالي 30 ثانية او دقيقة على النار، وافضل اقلب فيهم كده كويس. بعد كده هنزل عليهم بالعدس. العدس زي ما انتوا شايفينه كده نفش وبقى كويس، ان هو كده مش هياخد سوا كتير، يبقى نفس سوة الرز ونفس الشعرية مع بعض. لو كنت عملت العدس ني الاول كنت هضطر ان انا اخد سوا اكتر. بعد كده هنزل عليهم بمية مغلية على النار وانزل عليهم بالملح. بعد كده اقلبهم تقليبتين واسيبهم كده على النار لحد ما المية تتشرب منه. بعد كده اوطي النار عليه. زي ما انتوا شايفين كده المية اتشربت خلاص، هوطي النار عليه واغطيه. وكده الرز معايا استوى خلاص ومفلفل وتمام. بعد كده هبدأ احضر الصلصة بتاعت الكشري. اجيب شوية زيت من بتاع البصل وانزل عليهم معلقتين من التوم ومعلقة واحدة من الكمون ومعلقة واحدة من الكزبرة الناشفة، واقلبهم مع بعض كده لحد ما تلاقوا الريحة بتاعت الطشة كده طلعت. اول ما تشموا ريحة الطشة كده احنا عملنا كشري تمام. هنزل عليهم معلقتين من صلصة طماطم، وهنزل عليهم حوالي بنص كيلو من عصير الطماطم. وبعد كده اقلبهم كده واسيبهم ياخدوا غلوة على النار. وبعد كده هنزل عليهم بالملح بتاعي. حطوا الملح على حسب ذوقكم. وبعد كده هبدأ بالدقة بتاعتي. اجيب معلقة واحدة من الثوم وانزل عليها بمعلقة واحدة من الكمون، وهنزل عليها معلقة واحدة من الكزبرة الناشفة واقلبهم مع بعض. وبعد ما اقلبهم هنزل عليهم بليمونة كاملة، عصير ليمون، وهنزل عليها بنص كوباية من الخل. بس كده الدقة معايا خلصت. هقلبها كده وهزود عليها الملح بتاعي برضو على حسب ذوقكم. حاولوا تظبطوا الملح على الطبق كله عشان ميبقاش الملح زيادة. بس كده هاخدهم اعدلهم غلوة على النار واسيبه على جنب. بعد كده هبدأ بالشطة بتاعتي. هجيب معلقة واحدة من الشطة وشوية زيت من البصل برضو اللي كنت عامله في الأول. حاولوا انتوا تعملوا الشطة تلبسوا ماسك أو تعملوا أي حاجة عشان الشطة بتتلقى ريحتها جامدة شوية. وهنزل عليها بشوية من الخل اللي أنا كنت عامله وشوية من الصلصة اللي كنت عاملها. هي دي الشطة اللي بتبقى في كل المحلات. بس كده وافضل اقلبهم مع بعض لحد ما يتسبكوا شوية. بس كده وابدا اجمع كل دوت بقى في طبق واحد. وزي ما انتوا شايفين حطيت المكرونه والرز والعدس والحمص وكل حاجه. بالمناسبه انا سلقت الحمص بس ما عملتش فيه حاجه اكتر من كده. بس كده وده كان شكله النهائي. بصراحه الكميه كويسه جدا مقابل الاسعار اللي موجوده حاليا. انا كل الكميه ديت كلفتني حوالي 75 جنيه، بمقابل الاسعار اللي بره في المحلات وفي المطاعم. فالكميه دي كويسه جدا وتكفي ناس كتير. وزي ما انتوا شايفين كده انا عملت اشكال كتير من الاطباق.
كل واحد بيحط الكمية اللي هو عايزها، بيزود ايه وينقص ايه من كذا حاجة. بس كده، وده كان شكله النهائي. وصلتوا لحد هنا، احب اقول لكم شكرا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.